الذاتي الايجابي والاعتقاد الذاتي السلبي. يعني ايه الاعتقاد الذاتي الايجابي؟ يعني انت شايف نفسك من جواك ايه؟ هل انت شايف نفسك انسان ناجح؟ هل انت شايف نفسك انسان هتطلع على سلم النجاح، ولا انت شايف نفسك انسان ما انتش ناجح؟ لازم كل واحد فينا يكون حاسس ان هو انسان ناجح. لازم كل واحد منا يطلب الفشل برجليه ويطلع خطوه جديده في خطوات النجاح. انا هحكي لكم حكايه. انا كنت في جنينه الحيوانات من حوالي اسبوع او من 10 ايام، ولقيت الفيل الكبير الضخم دون موجود في الارض بحبل في منتهى الضعف، حبل يعني ضعيف جدا. لما سالت الحارس ليه الفيل ده موجود بالحبل ده؟ ما هو ممكن يقطع الحبل. عارفين الحارس قال لي ايه؟ قال لي الفيل اتعود واتعلم ان هو ما يقدرش يقطع الحبل، لان هو حاسس ان رجليه اضعف من الحبل. قال لي الفيل ده لما بيتولد وهو لسه عنده يوم بيربطوا رجله بحبل زي ده وبيحطوه في حديده في الارض، وزن الحديده دي حوالي 20 كيلو. يفضل الفيل يعني يحاول يبعد عن الحديده دي وما يقدرش، يفضل الحبل شده لغايه الفيل ما يتعود على ان الحبل ده هو ما يقدرش يقطعه نهائيا. الفيل بعد كده بيوصل وزنه ل 5000 كيلو، 5 طن. يقدر برجل واحده من رجليه يقلب عربيه نقل كامله، يقدر بزلمته يخلع شجره كبيره جدا من الارض وزنها طن ويمشي بيها 5-6 كيلو، فيقدر بمنتهى السهوله يقطع الحبل ده. لكن هو عشان من جواه مقتنع ان هو اضعف من الحبل فما بيقدرش يعمل كده. في ناس كتيره جدا من جوانا حاسه ان هي ضعيفه، حاسه ان هي مش ناجحه. لازم الناس دي او اي حد عايز ينجح لازم يغير اعتقاده في نفسه ويحس ان هو هينجح. لازم يبدا في طريق النجاح. انتوا عارفين الاعتقاد الذاتي ده عامل زي ايه؟ عارفين لما يبقى في ماتش كوره بيبقى فيه المشجعين دول دايما بيشجعوا الفريق علشان خاطر يكسب. نفس القصه، لازم انت كمان هتشجع نفسك. التشجيع ده هو اعتقادك الذاتي اللي موجود جوه عقلك وبيدفعك للنجاح. احنا معانا مجموعه من الاصدقاء النهارده هنتكلم معاهم هل هم شايفين نفسهم ناجحين ولا لا؟ هل هم بيفكروا في النجاح ولا فاكرين ان هم هيفشلوا؟ احنا معانا مجموعه من الاصدقاء هنتكلم معاهم عن اعتقادهم الذاتي الداخلي ايه. اشرقي، انت في سنه كام يا اشرقي؟ انا في اولى اعدادي. طيب انت بتحلمي بايه؟ بحلم ان انا دايما اكون ناجحه، يعني الاقي نفسي فوق ما يبقاش يعني ابقى دايما حاسه ان انا عايزه ابقى حاجه، عايزه اطلع حاجه، ما بقاش دايما خايفه او ميأسه. طيب هل انت شايفه نفسك ناجحه؟ والله هو يعني على حسب، انا شايفه ان انا كويسه في حاجات كتير قوي انا بعملها. يعني اي حاجه الواحد عنده يعني المفروض ان احنا بنتكلم فيها مثلا ببقى حاسه ان انا كويسه، انا ناجحه في حياتي يعني الشخصيه وفي حياتي العمليه. طيب انت نجحتي في ايه قبل كده؟ والله يعني ما جربتش كتير من بعض الحاجات عشان انجح فيها. طيب انت فشلتي في حاجه قبل كده؟ لا بصراحه لا. عمرك ما جبتي نمره وحشه في اي ماده؟ لا خالص. مش معقول يا اشرقت يعني ولا اي ماده كده ولا كده؟ لا وانا صغيره تقريبا في سنه 5 ابتدائي كنت دايما بجيب مثلا في الرياضه درجه وحشه جدا، لحد السنه دي دلوقتي انا قفلت الرياضه جدا، يعني قفلتها 100%. يعني انت جبتي النمره النهائيه في الرياضه. طيب هل التاثير السلبي بتاع انك انت جبتي نمره وحشه في الرياضه قبل كده اثر عليكي ولا لا؟ لا هو ما اثرش عليا، لان انا لما انا حاولت واجتهدت جدا وحسيت ان الرياضه ديت مش محتاجه غير التركيز والفهم، حسيت ان هي بالنسبه لي حاجه المفروض ان انا ابقى كويسه ليها، فجربت ويعني وفضل كتير ماما بتدعمني ان انا اوصل وان انا اقدر ان انا اتغلب على ان انا معرفش احب الرياضه. اتغلبت على صعوبتي ديت وحبيت جدا الرياضه وجبت فيها يعني الحمد لله السنه دي درجه، هي الدرجه اللي قفلتها الحمد لله. النمره النهائيه. طبعا اشرقت هنا هو قدرت انها تتغلب على الاعتقاد السلبي اللي موجود جواها في انها بتجيب نمره وحشه في الرياضه، وقدرت بهذا التغلب انها توصل انها يعني بتجيب النمره النهائيه في الرياضه.